فرصة التعادل أو فرصة الفوز. العراق لازم يفوز. توقعاتك أحمد حسان؟ توقعات عن العراق والسعودية يعني مع احترامي حق البحرين تأهلت واليمن خرجت، يعني عندك المباراة المهمة هي بكرة السعودية. نعم، أنا أتوقع السعودية والعراق وضع السعودية أفضل معنويا جاي من فوز، بينما المنتخب العراقي شوي خسارته من البحرين دخلت في أنفسهم الشك وفي أنفس الجمهور. زين. أعتقد أن بكرة راح تنتهي تعادل، راح يأهل المنتخب السعودي. توقعي أنا، مع أن توقعي كله غلط. أحمد جمال مبارك. خالد قدام غلط. انا خالد اتوقع بس يعني بكره ممكن نشوف من افضل مباريات البطوله الصراحه. يعني صحيح في مباريات حلوه لعبوها اليوم الكويت وقطر، هذاك اليوم لعبوا الامارات، بعد مباراتهم كانت قويه العراق والبحرين، بس باكر مباراه مختلفه خالد. قبل المباراه باسبوع قبل باقي المباراه الفريقين جمهورين ينطرون المباراه، فمباراه صعبه الصراحه على الفريقين. فخالد انا اتوقع السعوديه رايحه. بشير. خالد مباراة يعني منتظرة ويعني مباراة اعتقد انه الحسم فيها بيكون عراقي. عصام. خالد، هتبقى مباراة جميلة بكرة، وهيبان المنتخب السعودي والمنتخب العراقي اللي احنا متعودين على ادائهم، وهيبقوا مباراة جميلة، بس اتوقع المباراة هتروح للتعادل. نشأت. والله شوف، هي السجال والتصاريح والهذه حلو، بس يعني اتمنى انه ما يعبر حده. الاخيره هي مباراه 90 دقيقه او 100 دقيقه بين بلدين حبيبين شقيقين. اكو مباريات سابقه تاريخ كبير بين البلدين، اذا كان السعوديه او حتى العراق. اتمنى انه المباراه ما تطلع يعني خارج الملعب، المباراه تبقى. نعم الحماس مطلوب، الروح مطلوبه. احنا المنتخب العراقي في مباراته الاخيره مع البحرين كان غايب، اذا كان من ناحيه الحماس، من ناحيه الروح، حتى من ناحيه التنظيم. ما شفنا المنتخب اللي صعد طموح الجمهور العراقي، وحتى احنا كمحللين كنا باي لحظه ممكن انه نقول ان المنتخب العراقي راح يسجل او راح يخطف المباراه. المباراه الاخيره انا قلت اتركوها، انسوها. مساله طبيعيه انك تلعب مباراه ما تأدي بيها، ما تكون جيد بيها، لكنه اذا انت جيد وفريق جيد وتمتلك لاعبين جيدين كيف تعود في المباراه؟ مباراه صعبه مع المنتخب السعودي، بس انا اعتقد فريقنا قادر. محمد كرم قلت من بيفوز؟ من يفوز؟ بختكون الفوز للعراق. العراق هم الأحسن يعني؟ لا مو العراق أحسن، أنا أعتقد أن ناصر لا تضغط عليهم، اتركهم. هاي واحد طالع علي ناصر يوم قلت العراق طالع علي. باوع العالم خزر بالعالم يكون صحيح، لكن أنا أعتقد أن العراق يعني كإمكانيات لاعبين ما بيتكلم بعد. الحين خاف جمال ما يرضى لما أقول مدرب فاعتقد ان انت تكلمت عن المدرب. لحظه العراق ولاعب انت تكلمت عن المدرب. انا انا تكلمت انا اقول لعبه مدربين انت ما ترضى. لما انت قلت انا لعبه مدربين كلمه تتكلم عن مدربين انت قلت ما قلت لا انت اللي احتجيت جمال تقول تاخر سنه ترى عنك انت ما تكلمت عنك. يلا سويت لنا مشكله. قلنا الان اتوقع العراق. طيب العراق. احمد السعيد. والله مشكله هاي لعوستونا يا اخي. في تعادل ولا ما في؟ في تعادل. في تعادل. بس التعادل هيروح للسعوديه. تعادل كله تعادل بكره. ها؟ التعادل هيروح للسعوديه يعني. ايه السعوديه. خلنا نخلص مثل ناصر الشمراني تعادلات. تعادل. كله يقول 50-50. تاثير على التصويت. انا اقول اسمح لي ابو لا لو سمحت دقيقه. الشرط عليك بسبعه. لا والله انا بناصر يقول كلام حق فريقه وزملائه. اول شيء ابو جاسم احنا كلنا عارفين ان المباراه هذه صعبه، وزي ما قال ابو خالد المباراه بدات من اسبوع. احنا عارفين ليش المباراه بدات من اسبوع. الله يسامح. التصاريح اللي صارت من الكابتن يونس فطلع السعودي طلع السعودي اللي بداخله. شكرا له على التصاريح. احنا عارفين يعني انه لاعبيننا كلهم حاسين بالمسؤوليه اللي بكره. المباراه اللي بكره مباراه لاعبين. احنا نتكلم نقول مدربين، مدرب عليه 20%، بكره انت عليك 80% تعطينا كل ما عندك. تفرح الجمهور اللي جاي زحف من السعوديه.
تفرح الناس اللي تستناك تتاهل ان شاء الله باذن الله لدور الاربعه. احنا عارفين انكم زعلانين من التصاريح، وانا متواصل مع البعض فيكم وداري انكم زعلانين، نبغى الزعل هذا تحطون لنا في الملعب. احنا عارفين ايش اللي صاير وايش اللي مو صاير. فاتمنى منكم بكره التركيز باذن الله، ونتمنى مدربنا نحط التشكيل المناسب. ايوه باذن الله ان نبارك لهم باذن الله بعد المباراه. نشأت ما قلت رساله حق لاعبينكم؟ لا قلت لاعبينكم؟ إيه. تكلمت. اوكي. احمد سعيد توقعت والله. خلصت يعني؟ قول خلص. بس خوف. شوف خالد البطوله لا مبينة. انت تبي تعيد كلامك؟ ما يصير. لا خلصت، انا خلصت.